فيلم سمايل 2 الجزء الثاني لفيلم سمايل اللي نزل سنة 2022. كنت عامل له ريفيو هنا على القناة، هسيبه لكم في الاي اللي فوق. كان فيلم الى حد ما كويس، مش خالي من العيوب، بس كانت فكرة مختلفة شوية واتنفذت بطريقة كويسة. حاسوا ان الفيلم الاولاني نجح وجاب ايرادات كويسة، قال لك يعملوا جزء ثاني. انا بصراحة اكتر حاجة عجباني ان التسويق كله معتمد على الابتسامة المريبة دي، ومش بس كده، الرعب كله معتمد في الفيلم برضه على الشخصيات وهي بتبتسم. الابتسامات المريبة دي هي ابتسامات فعلا كريبي قوي، والمخرج باركر فين حقيقي واخد مستوى الكريبنس بتاع الابتسامات دي في حتة تانية خالص. هل لازم تشوف الجزء الاول عشان تشوف الجزء الثاني؟ احب اقول لك انت لو شفت الجزء الثاني يبقى انت شفت الجزء الاول. القصة في الجزء الثاني هي القصة في الجزء الاول مع اختلاف الشخصيات. في معالجة مختلفة شوية اكيد، لكن مش محتاج تشوف الجزء الاول. احنا ما زلنا في القصة دي بتاعت واحدة في مرة من المرات بتشوف حد بيموت نفسه قدامها وهو بيبتسم ابتسامة مريبة، فبالتالي بينقل لها زي لعنة كده بتطاردها، وبتبدأ تشوف هلاوس وامور غريبة وناس بتبتسم ابتسامات مريبة طول الوقت، ويبدو ان حياتها بخطر وحياة الناس اللي حواليها بخطر. هل اللي بتشوفه ده حقيقي ولا مجرد خيالات في عقلها؟ شخصيتنا بتتحول الى unreliable narrator او راوي غير موثوق فيه. انت كمشاهد مش قادر تميز ما بين الحقيقة والخيال، لانك مش واثق في الشخصية اللي بتدور من منظورها الاحداث، واللي هي في الجزء الثاني بتاعنا شخصية سكاي اللي بتعمل دورها نعومي سكوت. عاملة اداء كويس بصراحة. هي بشكل عام ما بتعرفش تمثل، بس في الفيلم ده بالعافية مطلعة اقصى ما عندها، وخاصة في الاداءات اللي فيها سيكشواليتي شوية شاطرة فيها برضو. مجهود يحترم يعني، ولكن في لحظات كده كنت بحس انها جاية تهرج وتمشي. مش عارف ليه مش مدياني الاداء اللي انا عاوزه. في شوية كرنج في ادائها ومبالغة، تقعد تبرق كده وتتشنج وتسرسع. لان بصراحة نوعية الافلام دي او نوعية القصص دي بتعتمد اعتماد كلي على الشخصية اللي بتدور من منظورها الاحداث. نعومي سكوت المفروض ان هي شايلة الفيلم كله، فانا محتاج تعبيرات وش مظبوطة جدا، وتعبير عن القلق والحزن والخوف والحيرة والتشتت والحاجات دي. ولكن برضو اداء مش وحش قوي يعني. هي بتمثل برضو، هي المفروض عاملة شخصية واحدة مشهورة مغنية بتعمل كليبات، عندها قاعدة جماهيرية ضخمة جدا والتزامات وحفلات ولقاءات. بنشوف تأثير اللعنة اللي هي فيها دي على حياتها وشغلها ونفسيتها وعلاقاتها بالناس اللي حواليها. المفروض عندها التزامات كبيرة جدا، اي غلطة هتخذل امها وصاحبتها والاستوديو اللي شغالة معاه، وطبعا جمهورها المستني منها كل جديد. كل الضغوطات دي مع اللعنة اللي حلت عليها بتخلي حياتها اصعب. سكاي رايلي مطلوب منها تواجه ماضيها المظلم اللي لطالما كانت بتهرب منه، وبالتالي من هنا بقى بيجي الرعب، من هنا بيجي مستوى الترقب، من هنا يجي التشويق، من هنا تيجي الإثارة. وبصراحة مستوى الإخراج في الفيلم ده ممتاز جدا. باركر فين واضح إنه مخرج بيعرف يخرج أفلام رعب حلوة. على الأقل الفيلم ده مش ممل، ما بيزهقش، بتتفرج عليه بيشدك من أوله لآخره. بتساعد في كده طبعا المشاهد الطويلة الوان تيك. الفيلم ده مليان مشاهد وان تيك مش طبيعية. طبعا أكيد في ستيتشنج أو خياطة ما بين اللقطات، ولكن معمولة بشكل سموث جدا، أنت مش هتقدر تلاحظه. ده مخلي الفيلم ما بيزهقش ولا لحظة، بيشدك جامد. مش فاكر إني شفت أفلام رعب قبل كده مستخدمة تقنية الوان تيك دي قوي. التقنية دي كانت معلية من مستوى الرعب جدا في الفيلم ده. عاجبني إن الرعب جاي من فكرة السمايل دي أو الابتسامة المريبة دي، والفكرة إنها ابتسامات حقيقية مش معمولة CGI. دي ابتسامات فيها اعتماد كلي على أداءات الممثلين. المخرج عاوز يطلع ابتسامات حقيقية، لأن كل شخصية ليها ابتسامة مميزة خاصة بيها، فده مخلي عندنا بضعة ابتسامات مريبة حلوة نقدر نعمل بيها فيلم. مستوى العنف برضه في الفيلم قوي وحلو جدا للناس اللي بتحب تشوف دم وذبح وتقطيع وقتل بطرق بشعة جدا. الفيلم طبعا ريتد R، فلو انت من الناس اللي ما بتحبش تشوف منظر الدم والمشاهد المؤلمة دي ما انصحكش تدخل الفيلم. مشكلتي مع الفيلم ايه؟ مشكلتي ان زي ما قلت ما يختلفش كتير عن الجزء الاول. هو عمل نفس القصة بس عالجها بشكل مختلف، مفيش جديد. كده ما يبقاش اسمه سيكوال، كده يبقى اسمه ريميك. برضه نفس فكرة ان شخصيتنا بيكون عندها ماضي مؤلم وذكريات مأساوية وبعض المشاكل النفسية، وبالتالي الكيان ده او الوحش اللي جواها اللي بينتقل من شخص لآخر عن طريق الابتسامة المفروض انه بيتغذى على الامور النفسية دي في البني ادم، فبالتالي بيكون شخص هش جدا وسهل القضاء عليه بسهولة. بنرجع فلاش باكات لورا عشان نشوف التاريخ السوداوي اللي عاشته شخصيتنا، وازاي هيأثر على طريقة تفكيرها وطريقة اتخاذها للقرارات اثناء محاربة هذا الكيان او الوحش او ايا كان الشيء اللي لابسها. هو نفسه الجزء الاول، مفيش اي فرق. كنت اتمنى ندخل اكتر في طبيعة الوحش ده، جاي منين، اصله ايه، اهدافه ايه، بيفكر ازاي، عشان يبقى في اكسبلورنج زيادة عن الجزء الاول. حتى البلوت تويست اللي في الاخر هو بالملي، حتى الجامب سكيلز نفسها شبه اللي في الجزء
الاول الى حد كبير، والمشكله ان الفيلم معتمد على الجامب سكيرز والاصوات العاليه طول الوقت. انا متفاهم ان دي ادوات سينمائيه اساسيه في افلام الرعب، ولكن المفروض انها تتوظف بطريقه تضيف للقصه بدل من انها تخض المشاهد وخلاص. وكمان النهايه برضو زي ما حصل في الجزء الاول نفس الكلام حصل في الجزء الثاني، ولكن انا متفاهم ان في اختلاف شويه في نهايه الجزء الثاني، وبصراحه كانت حلوه شويه. بس في المجمل اقدر اقول ان التشابه بين الفيلمين حوالي 90%. من الاخر ده فيلم رعب تجاري، وجبه سينمائيه فاست فود كده. ليك خلق تدخل سينما تتفرج عليه ماشي، مالكش خلق استناه بلوراي وخلاص. بس هو عامه فيلم كويس، حاول تشوفه، لان ما اظنش ان هيكون في افلام رعب حلوه السنه دي احسن من ده. فيلم سمايل تقييمي ليه 7/10. لو شفت الفيلم قول لي رايك فيه في الكومنتات، وندخل على اللي بعده.